العيش الفينو الاقتصادي هش وطري جدا من غير بيض بقى ولا زبدة ولا لبن ولا أي افتكاسات. العيش بتاع المخابز هقول لكم ازاي نعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وكل المكونات في البيت. شايفين هش ازاي؟ تحفة. اول حاجه طبعا بنحتاج دقيق ويكون منخول عشان يبقى هش معايا. انا هنا حطيت كيلو دقيق 8 كوبايات كبار. هكتب لكم كل المقادير تحت الفيديو عشان اللي عايز يعمل نص الكميه براحته. حطيت 3 معالق خميره كبيره، 3 معالق سكر كبيره، معلقتين صغيرين ملح، و3 معالق كبار لبن بودره. ده طبعا ممكن نستغنى عنه بس هو بيدي غناوه رهيبه للعيش الفينو. هنقلب كل المكونات الجافه دي مع بعض وبعد كده نبدا نعجنها بايدنا او بالعجانه عادي جدا. الدقيق اللي عندي ده خد معايا كوبايتين من الميه من نفس الكوبايه اللي انا معايره بيها الدقيق. ممكن الدقيق بتاعكم يختلف من نوع للتاني، فانتوا زودوا كوبايه وبعدين زودوا بقى شويه بشويه لغايه ما العجينه تلم معاكم. هنا حطيت 3 معالق كبيره من الخل عشان تدي هشاشه للعيش اكتر، ونص كوبايه من الزيت عشان يديله طراوه ولمعه تحفه. ونعجن كويس قوي بقى، يعني مدة 10 دقايق تقريبا لغاية ما العجينة تبقى متماسكة ولمت الدقيق كله. وعايزة اقول لكم العجينة بتبقى ملزقة شوية. حطيتها في بولة دهنتها شوية زيت وغطيتها بلاستيك راب او كيس، ونحطها في مكان دافي ونسيبها ساعة تخمر. بعد ما تخمر لمدة ساعة هنبدأ ان احنا نلمها ونفردها بقى على الرخامة عندنا او اي مفرش نقدر ان احنا نفرد عليه العجينة بتاعتنا. هنا العجينة بتاعتي بدأت ان انا قسمتها 4 كور كبيرة، وبعد كده كل كورة من دول هاخدها اعمل بقى الرغيفة بتاعتي. انا الرغيف عندي بعمله حوالي 75 جرام. انا بحب اوزنه عشان يبقوا كلهم حجم واحد ونفس الوزن ونفس المقاس. لو ما عندكوش ميزان مفيش اي مشكلة، اعملوها كده بالتقريبية، يعني يبقى كل الكور حجم واحد. خلي بالكوا لازم نشتغل على طول عشان احنا مجرد ما هتسيبوه هتلاقوه بيخمر معاكوا زيادة ويكبر تاني وكده. واهم حاجة نبقى مغطيينه بكيس كده زي ما انا عاملة. وبعد كده ببدأ بنشابة افرده، اخد كورة واحدة بواحدة بقى. بعد ما خلصت كل الكور اللي عندي عملتها باخد بقى النشابة ببدأ ان انا افرده كده من غير دقيق ولا اي حاجة. هي العجينة تحسوها ملزقة شوية بس ده عادي جدا. ونبدأ نلف واحنا بنضغط، نلف واحنا بنضغط، وفي الاخر خالص نقفل الاطراف ونحطها في ورقة في صينية مدهونة زيت او زبدة، او محطوط عليها ورق زبدة زي ما انا حطاه كده. لو فردتوا العجينة على دقيق هتلاقوا الدقيق يعمل فاصل وما تبقاش العجينة من جوه الرغيف تبقى هشة، هتفصل وهتعمل كأنها طبقات كأنكم لافين رول كده. بس الطريقة دي عشان من غير أي دقيق جواها ومش فاردينه على دقيق ولا كده، فالطريقة دي حلوة جدا. بتبقى الرغيف مصمت من جوه، مفيش فيه فراغات من جوه اللي هي طبقات، لا بيبقى بقى فيه لبابة من جوه طرية كده جدا وهشة. بعد ما بخلص الكمية وارص في الصينية بتاعتي، عايزة اقولكوا بسيبه يخمر تاني نص ساعة لغاية ما يتنفخ ويبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. في المرحلة دي بقى برش على وشه مية، ما بحطش لا بيض ولا لبن ولا اي حاجة. رشوا مية كويس جدا على الوش من كل الجهات، يعني يبقى واصل له مية كويس جدا. وتدخلوه فرن سخن على درجة حرارة 200. هياخد معاكم تقريبا 15 ل 17 دقيقة، وكل واحد على حسب فرنه ممكن يوصل لغاية 20 دقيقة، مفيش مشكلة خالص. طبعا الصواني بتبقى على الرف الوسطاني ومش مشغلة الشواية من تحت بس. اول ما يخرج معايا من الفرن هرشه مية واغطيه بفوطة نظيفة واسيبه لغاية ما يبرد تماما. هتلاقوا المنظر التحفة ده، هش وطري اسفنجي رهيب بجد بجد، لازم تجربوه. عايزة اوريكم كمان شكله من جوه واللبابة بتاعته قد ايه طرية وهشة جدا. بحفظه بقى في اكياس في الفريزر واطلعه قبل الاستخدام على طول. مستنية رأيكم في التعليقات وجربوه وابعتولي. باي.